صباح الخير حبوباتي، جمعة مباركة. البنات كي راكم؟ جبت لكم موضوع خواتاتي على واحد الاخت كانت معنا ومعايا وقالت لي اختي احكي قصتي، وبغيت نحكيها لبنياتي ونشاركها معاكم. هذه واحد الاخت مسكينه تزوجت هنا من ولاية بشار، تزوجت شويه بعيده في لي زونفيرو البنات. وكي تزوجت مسكينه تلقات مشاكل في دار الزوج نتاعها، خرجت لها حماتها وقالت لها والله الا قعدتي عند خويا مانيش مرا وما نتسماش انا. هذاك النهار مسكينة وهي تقاسي من حياتها اللي كانت فرحانة بها، قالت جاني سعدي وفرحت وتهنيت، ولكن خرجت ليها حماتها ما نقول لكمش. كان عندهم مزرعة وكان عندهم دواجن وكان عندهم بقر، والبنات راكو عارفين حكم اللي كي خارجة على المدينة. كانت تنوض تقضي شغالاتها واحد النهار وهي مسكينة نايضة بكري، تلقاها كأفعى خرجت عليها، حكمها السكر البنات وما ولاتش مسكينة في كيما كانت وكيما بدات تشارشيها حماتها ربي يغفر ليها. وهي تقول ليها ما بقى زدتينا على زدتي جيتي ما كان حاله وزدتي كملتيها بالسكر. كل يوم كيما هكا، وحتى النهار اللي راجلها قال لها صاي طلقها مسكينه. وكي طلقتها البنات حلفت ليها ما راكي قاعده عندنا، راحت لضربها وهي مسكينه مكسوره الخاطر، يوميا تبكي. قالت ليها حسبي الله ونعم الوكيل فيك اللي ضيعتي لي حياتي وصغيره وشابه، وكانت داوها مولات 17 سنه وحكمها السكر وهي صغيره، وبهذاك الشيء وطلقت وهي صغيره. ولكن مسكينه دمعتها وهي تبكي وقلت حسبي الله. صعيبه صعيبه. دارت الايام وهذيك لحماتها اللي كانت داير فيها المنكر. شوفوا البنات ربي واش عطاها مرض السرطان، ولات غير بشويه بشويه. نهار الاول نكرت، بدات من الطبيب للطبيب، كل نهار ريزلطه تستنى حتى عطاوها الريزلطه النهائيه باللي فيها السرطان. ومن ذاك النهار وهي تتصارع مع المرض، وهذيك ما على بالهاش حتى يجي واحد النهار قولي مدة عامين ولا، جات عزوجتها للدار وطلبت منها، قالت لها بنيتي بنتي راهي تموت، وإلا بغيتي ربي رواحي تسامحي معاها وسمحي ليها وخليها ترقد بسلام تروح عند الله صافية وكل شيء. هذيك البنت البنات ما بغاتش تسامحها، وقالت لهم انا تاني حياتي صح كانت شيره صغيره وانضرت. وهاد البنات بغيت نقول لكم ظلم ظلمات يوم القيامه، واحد ما يتعداش على خوه ولا اخته. خوك تزوج جاب مرا مع مرا لداره، ما غادي لا تديه لا انتي ما غادي يدي امه ولا اخته البنات، ومراه وخلاص ربي جابها له في مكتوبه على تنغسي لها حياتها ولا تطلقيها وتستشفي فيها. نهار اللي طلقت استشفات وفرحت ودارت حاله. وشوفوا ربي كي بغى يعطيها هي واش اللي خلف ليها هذاك اللي دارته فيها. كيما قلت لكم الا كان عجبتكم هاد القصه البنات نصحوها ونصحوا خيتاتكم ومن بالكم البنات من الزعاف ولا دعوة المظلوم راها تخرج في بنادم. وقالت لها حسبي الله ونعم الوكيل. هذا بريك البنات، نخلي لكم الوصفة في صندوق الوصف، ويا ربي يعجبكم. هذه شوربة درتها خفيفة العشاء لوليداتي، وبغيت نشاركها مع خيتاتي. وهذا بريك جارتي ربي يحفظها، ماماها صيفطت لها الورق، حنا نقولوا الديول، مصانعته في الدار مطيباته من عنابه. ربي يحفظها ويخليها لي ويطول في عمرها. ومرحبا بكم اللي دخلتوا عندي جدد ومتتبعاتي القديمات الزينات اللي راكم معايا. ربي يخليكم ليا وينصركم ويفرحكم ويخلي لكم ازواجكم ويبعد عليكم الناس الظالمين، والله يبعد علينا شر خلقه يا سيدي يا ربي. وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله حبوباتي، ونموت عليكم. وهاد العبرة هاد خواتاتي هاد القصة نأخذها كعبرة ليس كفرجة لخواتاتنا، ونقول لها مسكينه هي ربي يجيب لك. نقول لك يا بنيتي ربي يجيب لك، ولا يا اختي راكي صغيره ومازال المشوار قدامك، وربي يشافيك ويعافيك. ماشي عيب السكر ولا اي مرض بلاه بك ربي بلا عطاه لك الله، حمدي الله عليه والحمد لله على كل حال. هذا هو خواتاتي، هذه هي القصه نتاعي. هنا تاني ديت وليدي للطبيب، قال له راه عنده شويه ضعيفه عينه نتاع العيون، ضعيفه عينه، واستأذنت من الطبيب وقال لي صوري هذا هو وليدي الصغير. ربي يحفظه لي ويحفظ لكم وليداتكم. والبنات اللي كانت عندها شي قصه ولا تبغيني نحطها هنايا ماذا بيا نزيد نجيب لكم الجديد ان شاء الله. ونهاركم مبروك وزين، وربي ييسر امركم وامرنا ويشافي كل مرضانا ويرحم كل امواتنا. ونخليكم في امان الله وحفظه. دمتم في رعايه المولى.
العزيز الكريم، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.